الكابتن إكرام عبد العزيز المدير الفني لفريق الضبعة، بداية كل سنة حضرتك طيب، واحنا بنبارك لك على الصفقات الجديدة اللي نادي الضبعة بيبرمها السنة دي. اولا كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانت طيب يا حسام، ومصر كلها بخير، كل سنه ومصر كلها طيبه، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى فتره سعيده على مصر، وان شاء الله تبقى فتره كويسه علينا في نادي الضبعة ان شاء الله. كابتن، صفقات جديدة، صفقات نقدر نقول عليها من العيار الصغير رغم ان امكانيات نادي الضبعة امكانيات محدودة. كلمنا عن طموح إكرام عبد العزيز المدير الفني هذا العام. والله احنا بنشتغل، يعني احنا عندنا امكانياتنا، يعني امكانيات شبه يعني قليله شويه يعني، لكن احنا بنحاول نجيب اللعيبه اللي عندها طموح. فالحمد لله ربنا وفقنا الفتره اللي فاتت وقدرنا نجيب مجموعه لعيبه عندها طموح، صغيرين في السن لكن المقابل المادي بيبقى متوسط شويه. فاحنا من الانديه اللي هي الماده عندنا مش عاليه جدا، لكن الحمد لله ربنا وفقنا في مجموعه لعيبه قدرنا الحمد لله وبتوفيق ربنا قدرنا نجيبهم. ودول انا ان شاء الله باذن الله مستبشر خير بالمجموعه اللي موجوده ديت، اللي احنا نقدر نعمل موسم كويس، لان احنا معانا في المجموعه زي ما انت عارف مجموعه تقيله جدا، نازل الرجاء نازل دمنهور، فباذن الله نقدر نعمل موسم محترم ان شاء الله باذن الله، بدعم من مجلس الاداره بمسانده جمهور الضبعه ان شاء الله نقدر نعمل موسم كويس باذن الله. كابتن، طموح واحلام إكرام عبد العزيز هذا العام مع فريق الضبعة. والله ما اخبيش عليك، انا يعني الواحد بيحاول في كل منطقه يكون موجود فيها، في كل فرقه بيكون موجود فيها لازم يسيب بصمه محترمه ان شاء الله باذن الله. انا عندي امل في ربنا اللي الواحد يعمل موسم محترم مع فرقه الضبعه، لان انا عندي طموح ان شاء الله اللي الواحد يروح حته افضل من كده. فرقه الضبعه فرقه محترمه طبعا، لكن دايما الواحد عنده طموح يبقى يروح حته افضل ان شاء الله. بس الواحد يسيب بصمه كويسه في نادي الضبعه، يعمل فرقه محترمه في نادي الضبعه، يعمل حاجه كويسه في نادي الضبعه، ونسيب الطموح ده ان شاء الله. النتائج والشغل هو اللي يتكلم عليه ان شاء الله. لكن انا مستبشر خير السنه دي باذن الله بمجموعه اللعيبه اللي احنا جايبينها بمسانده مجلس اداره نادي الضبعه بجمهور نادي الضبعه. لكن انا عندي طموح، يعني مش عاوز اقول لك بلا حدود ان شاء الله. انا نفسي امسك منتخب مصر، لكن الامور بتاخد خطوه خطوه. الحمد لله انا بقى لي فتره ماسك فماشي بخطه ثابته الحمد لله، وربنا موفقني مع فرقه الضبعه السنه اللي فاتت وقدرنا نعمل نتائج معقوله باذن الله. لكن السنه دي عندنا تحدي اكبر، عندنا مجموعه فرق تقيله جدا، فالتحدي بقى كبير جدا. لكن ان شاء الله بمجموعه اللعيبه المحترمه مع الجهاز المحترم اللي معاه مع مجلس الاداره مع جمهور الضبعه ان شاء الله نقدر نحقق الهدف اللي احنا متفقين عليه وهو الصعود باذن الله. وباذن الله بالنسبه لي كهدف شخصي ان شاء الله انا اتمنى من ربنا التوفيق واقدر امسك فرقه، يعني مش عاوز اقول لك انا نفسي امسك في الدوري الممتاز باذن الله، ويبقى ده طموحي، وباذن الله من خلال نادي الضبعه احقق طموحي ده ان شاء الله باذن الله. كابتن، الممتاز به لسه السياسة ما وضحتش، الخريطة ما وضحتش لسه، 6 مجموعات نفس المجموعات، هيصعد الأول هيلاعب الأول ترقي. ماذا عن رأي الكابتن إكرام عبد العزيز في هذا التخبط الإداري الدائر داخل اتحاد الكرة؟ والله هي المنظومه تقريبا يعني مش مستقر، لكن انا وجهه نظري في الفتره اللي احنا موجودين فيها هو لازم يتحط تصور، لازم يتحط جدول زمني اللي انت تقدر تبني عليه المسابقه الفتره الجايه، لازم تمشي بالتدريج. السنه دي انا وجهه نظري هم خلاص هيعملوا النظام اللي كان موجود السنه اللي فاتت، فانا بقول انت من السنه دي انت هتعمل النظام زي السنه اللي فاتت، والسنه الجايه بمشيئه الله الموسم اللي هيبدا ده لازم تحط نظام للسنه اللي هتبقى بعد كده، ما تمشيش يعني زي ما تيجي زي ما بيقول، لازم تحط خطه طويله المدى. عارف ايه اللي هيحصل في الموسم السنه دي 15 16، هتعمل ايه موسم 16 17 لازم تعمله من دلوقتي. تقول هتعمل 3 مجاميع ولا 6 مجاميع لازم تبنيها من دلوقتي، مش بنيجي احنا للاسف احنا كمصريين عموما يعني زي ما تيجي زي ما بيقول. لا، الكوره لازم فيها تخطيط، نظام، علم. لازم عارف انا موسم 16 17 اعمل ايه، موسم 17 18 اعمل ايه، ما اسيبش الامور لظروفها زي ما ارمي بالونه اختبار انا هعمل كده اشوف رد فعل الناس ايه، لو رد فعل وحش ارجع في كلامي. لا، ما ينفعش الكلام ده كله. انا ابقى مخطط كويس، هل هعمل 3 مجاميع هيبقى فايده للانديه ولا مش هيبقى فايده؟ انا مش فايده المجموعه ومش فايده المجموعه الثانيه، لا انا اللي اعمله صح يمشي على الجميع ويمشي على الكل. لكن انا وجهه نظري السنه دي النظام اللي هيمشوا بيه ده افضل نظام. ما اخبيش عليك ال3 مجاميع هيبقى شيء مرهق جدا لبعض مكلف الانديه، ماديا مكلف كمان. جدا. انا دلوقتي انا الضبعه هروح اقصى، يعني هروح اتحاد السنبلاوين، هروح دكرنس، هروح شربين، أيوة. مسافات بعيده جدا، وهم هيجوا لي الضبعه وهيجوا الحمام،
هيجوا الاولمبي، هيجوا اسكندريه، المسافات بعيده جدا والانديه بتعاني الفتره دي. فلازم يعني ايه، نقول للانديه من دلوقتي اعمل حسابك الموسم اللي بعد القادم انا هعمل 1 2 3. تمام. فلازم يقول من دلوقتي انا هعمل ايه، ويبقى اجندته واضحه. مفيش انا اختبار، انا ما برميش بالونه اختبار وبعد كده ارجع في كلام. لا، لازم تجهز من دلوقتي للموسم بعد القادم، وهجهز الانديه لازم تعمل اللي احنا هنعمل الموسم اللي بعد القادم نظام 3 مجاميع. فجهز نفسك على الوضع ده، ما اجيش افاجئ الانديه والانديه ما فيهاش فلوس. لكن ربنا يكون في عونهم برضك، يعني هم بيحاولوا، لكن احنا محتاجين شغل جدي على ارض الواقع، محتاجين مسابقه قويه جدا من خلال نظام معين هم لازم يدرسوه كويس ويعملوه. وانا شايف الممتاز به بقى فيه لعيبه ما شاء الله على مستوى عالي جدا. الانديه الدوري الممتاز بدات تبص على المجموعه اللعيبه اللي تحت. فانا شايف الممتاز به المفروض ليه اهتمام اكتر من كده كمان شويه. فربنا يوفقهم اتحاد الكره، وربنا يوفق الجميع في منظومه كره القدم. كابتن اخيرا رساله اكرامي عبد العزيز المدير الفني للضبعه لجماهير الضبعه. انا بوجه لهم رساله، اولا بشكرهم على الموسم اللي فات، الناس كانت واقفه معانا وقفه محترمه وده مش غريب عليهم. احنا بنقول لهم الموسم اللي جاي فيه منافسه قويه جدا من الانديه كلها، فمطلوب مساندينكم، اللعيبه عاوزينكم معاهم. فاحنا عارفين ان انتوا ناس محترمين جدا، وعارفين ان انتوا مقدرين حجم المسؤوليه وحجم المنافسه الصعبه السنه دي. احنا هنعمل ان شاء الله، وبوعدكم انا كمدير فني والجهاز المعاون واللعيبه نعمل اللي علينا من اجل ان احنا نحقق طموحكم ونصعد للدوري الممتاز. وبنقول لكم احنا محتاجينكم معانا، وانتوا ان شاء الله دايما بتلبوا الدعوه. زي ما انا شفت التجربه الموسم اللي فات، وكنتوا ناس دايما ما بتسوناش في الماتشات اللي هي في الضبعه. فالسنه دي باذن الله احنا محتاجينكم جنبنا عشان نحقق حلم صعود الدوري الممتاز. وباذن الله احنا على يقين بمجموعه اللعيبه الموجوده الجديده دي ان شاء الله مع جمهور الضبعه مع مجلس الاداره نحقق الحلم ده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا كابتن بالتوفيق، ونبارك لكم ان شاء الله في نهايه الموسم بالصعود للممتاز ان شاء الله باذن الله يا حسام، باذن الله. شكرا حسام.